أصعب وأسوأ موسم انتخابي على مدار تاريخ مصر، ده بالنسبة للحضارة اللي إحنا بقينا فيها، بالنسبة للتكنولوجيا اللي إحنا بقينا فيها، بالنسبة للعلم والتعليم والثقافة إلى آخره، وجيل الإنترنت والتكنولوجيا يعني، فهي أسوأ انتخابات. أسوأ انتخابات لإيه؟ مش هاتكلم في كلام اتقال واتعمل عكسه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمّا قال ما تاخدوش فلوس واختاروا صح، القصة كلّها الناس عملت عكس كده، فمش هنتكلّم في القصص دي كتير، اللي أنا عايز أتكلّم فيه والمهم جدًا، في حرب بين مجاذيب كل المرشحين في برّ مصر للأسف الشديد وتناحر شديد جدًا، حرب شعواء، يعني أنا مش عارف هل المرشح بتاعك لمّا يفوز هيجيب كاس العالم؟ هنحصل على كاس العالم مثلًا في السياسة؟ ده إحنا ما حصلناش عليه في الرياضة اللي هي سهلة وكورة والقصة دي كلّها، فللأسف الشديد مش عارف يعني المؤيدين في كل برّ مصر، قدّر الله وما شاء فعل، خلاص سقط قدّر الله ما شاء فعل، شايف إن هو انظلم فبيقدّم طعن، ولكن المشاحنات وصلت لدرجة صعبة جدًا، لا دين ولا عقل ولا ثقافة ولا ثقافة مجتمع بتقبلها. حد يقول لي هل المرشح بتاعك هيخلّيك تفوز بكاس العالم؟ استمر في الغلط، استمر، 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 استمر إنها هتخسر الناس كلّها، الناس كلّها هتخسر بعضها عشان إيه؟ عشان كأس العالم اللي جاي؟ مش هيجيب كأس العالم، ارحمونا يرحمكم الله.